السلام عليكم. في خبر كده توقفت عنده. الخبر بيقول ايه؟ الجولاني يعطي ترخيصا لمنظمة يهودية ستعمل على استعادة ممتلكات اليهود بسوريا. بعيد عن ان الخبر حقيقي ولا مش حقيقي، صحيح ولا غير صحيح، انا استوقفني هنا بس رد اتنين او تلاتة من المعلقين. في حد فيهم قال راح ارد عليك بموضوعية تامة. انا مفترض ان الخبر صحيح. انا من حلب وبيتي مبني على ارض مالكها يهودي. طبعا الوجود اليهودي ببلاد الشام طبيعي جدا. يهود سوريا هاجروا من سوريا لما استلم حزب البعث، وإلهم كتير أراضي وأملاك، ومن الطبيعي الورثة يطالبوا بأملاكهم طالما الظرف يسمح. أنا ما عندي مشكلة أخسر بيتي لأني بعرف منيح إن الأرض مش ملكي، وغالبا راح يتم تعويضي وتعويض أي متضرر ولو بمبلغ رمزي، الله أعلم. وهنا بيختم كلامه بسؤال، بيقول السؤال اللي يطرح نفسه: انت كمسلم تقبل تاكل مال غيرك؟ واحد تاني رد قال ايه؟ كان في سوريا حوالي 5000 يهودي ايام حافظ الاسد، مواطنين سوريين ديانتهم اليهودية. لم يكن الواحد منهم يحق له السفر من محافظة الى اخرى الا اذا حصل على موافقة امنية، ولم يسمح له ببيع او شراء عقار الا بموافقة امنية. ونتيجة مضايقاتهم هربوا جميعا وتركوا ممتلكاتهم، فوضعوا ضباط الأمن والمخابرات يدهم عليها بدون وجه حق. اليوم يطالبون بممتلكاتهم، أين المشكلة؟ ده رد أو وجهتين نظر من اللي ردوا على الخبر، سواء زي ما احنا قلنا الخبر صحيح أو غير صحيح. بس أنا عايز أعرف إيه الحنية دي كلها؟ إيه التعامل الرقيق واللين والجميل ده مع اليهود؟ يا ابني هم اليهود دول داسوا على رجلنا، ده واخدين أراضينا ومقدساتنا ونهبين شعوبنا العربية والإسلامية. بس انا بقول لك الاخوان لما مسكوا مصر ما حدش فيهم قال الكلام ده. قال قال الدكتور عصام العريان وقتها قال نفس الكلام. قال احنا عايزين اليهود المصريين يرجعوا عشان يفضوا مكان للفلسطينيين يرجعوا اراضيهم. فساعتها المذيع تقريبا استاذ خير رمضان بيقول له انت عايز اليهود يرجعوا؟ قال له ايوه يرجعوا، هم مش مصريين يرجعوا. هو عبد الناصر طردهم ليه؟ طردهم ليه؟ هو قالها بالشكل ده وبالانفعال ده. يا راجل ده انتوا بتفجروا الكنايس وبتحرموا على المسلم انه يقول للمسيحي كل سنة وانت طيب. اليهود بقوا حلوين وجمال وكيوت وحاجة جميل، امال ايه الخناقة الكبيرة اللي قايمة بقالها 70 80 سنة دي؟ ايه القصة وايه النصيبة اللي حاصلة دي كلها؟ ادامت احنا واليهود تعاملنا جميل وسلس